يا صباح الخير من مدينة طرابلس. رجعنا لكم في فيديو أكل مميز. اليوم راح نعمل تحدي شو فينا ناكل ب$2 في مدينة طرابلس. يلا بداية يا إخوان، صرفنا ال$2 طلعوا 220,000. هول 220,000 ببيروت ما بيعملوا شيء، ممكن سندويشة فلافل وكوباية شاي، لكن هون طرابلس معروفة إنه رخيصة، فكمان اليوم راح نعرف إذا طرابلس بعدها رخيصة أو ارتفعت أسعارها. ونبدأ معكم من وسط الأسواق الشعبية، مطعم الدبوس اللي نجرب أكلة أنا لأول مرة جربها، اسمها المعجوقة. يلا لنتعرف عليها. وصلت المعجوقة اللي لنا، هيك وكيف شكلها يا إخوان. مكوناتها هي عبارة عن خبزة وسكر وسميد وجبنة ومي ورد، هيك بيعملوها. لكم كيف تطلع. بسم الله. هيك الخبزة شكلها كثير بشهي، والسميد والجبنة. مكتة لذيذة صراحة، هيك يعني حلو الواحد يجرب أكلات غريبة. انتهينا من أول أكلة المعجوقة. يعني لذيذة بس مش كتير صراحة، حسيت انه كان بدها يعني شوية عجق بعد اكتر، لانه بتاكل اول نكهة بتحس مية الزهر، بتاكل بعد تحس الحلو كتير، فهيك لازم بدها خلط اكتر. بس بالنسبة لسعرها، سعرها كتير رخيص، يعني ما يقارب 100,000، يعني اغلى من $1. هلا مكفين جولتنا بالاكل. وصلنا محل الحلو هذا لنجرب هون أكلة، أو مش أكلة، تحلاية هيك بياكلوها بالشتاء، هون مشهورة بطرابلس، اسمها الحبوب. يلا. ايوه اهلا وسهلا فيك. هيدي الأكلة طرابلسية اللي اسمها الحبوب الحبايب، هي شتوية عادة أكثر من إنه صيفية، يعني بتبلش من تشرين لآذار يعني أو نيسان، لأنه هي أكلة سخنة يعني بيتقبلوها بالشتاء أكثر. مكوناتها عبارة عن حمص مسلوق، قمح مسلوق، والسائل المي هي عبارة عن ينسون وشومر، وأكيد فيها سكر، واللي بيجمدها شوي هي مايلة شوي جامدة، مش سائلة كتير، إنه بنجمدها بالنشا بالأخير. والصحتين أهلا وسهلا فيكم. وصلت الحبوب، هي عبارة عن تحلاية، وهي مميزة إنه بس بطرابلس بتلاقي منها، يعني ببيروت قد ما تبرم ما تلاقي هيك تحلاية. لندوقها ونشوف طعمتها. بسم الله. صراحة نكهتها لذيذة، الحلاوة متوسطة، يعني مش كتير حلوة، يعني فيه الشخص ياكلها ويستمتع فيها. انتهينا من تحلاية الحبايب. سعرها كان 70,000، يعني ما يقارب 60 سنت. هلا وصلنا المينا، ميناء طرابلس. هون كمان يا اخوان على الميناء كثير في عربايات يبيعوا اكلات يعني هيك خفيفة ومختلفة، واكلات بحرية. وصلت هاي العرباية ليكوا شو عنده، صدف، يعني في بيفتح لك الصدف وهيك بتاكله وهو حي. هذا هو مثل الصدف اللي بيطلع فيه لؤلؤ. يا عين عليك، هذا هو. جهزت الصدف اللي قلنا لكم كيف شكلها، بحطوا عليها ليمون وكمون، بيحكوا انه إلها فيتامينات كتير. بسم الله. بالنسبة للصدف صراحة ما له نكهة، هي هيك يعني حبة صغيرة، بس طعمة الليمون
والكمون هي اكثر شيء بتحس فيها، بس هي عبارة عنه مثل هيك على حكيه فيتامين. وسعر الصدفة الوحدة 50,000، يعني ما يقارب نصف دولار. وهيك يكون خلصنا $2. شفتوا شو اكلنا فيهم، يعني اكلات بسيطة، فيعني $2 ما بتعمل شيء. وهلا فتنا $3 الكعكة الطرابلسية. بسم الله. هاي الكعكة عبارة عن كعكة خبزتين وبقلبها جبنة مازاريلا، وهيك يعني. رغم انه خلصنا صار $3، رغم هالشيء الاسعار هون ارخص من بيروت، ارخص بكتير. وهيك يكون انتهينا من الكعكة الطرابلسية، نكهتها لذيذة، انصحكم تجربونها بس تزوروا طرابلس. هاي كانت جولة اكل سريعة جدا. كنت حاب صور بعد اكلات اكثر من هيك حتى اذا صرفنا $10، لكن للاسف اجواء مطر كتير في مطر، فبحس اثناء تصوير الاكل ومطر اكتئاب. فهون راح انهي معاكم رحلتنا، ان شاء الله تكون عجبتكم واستمتعتوا، وكالعاده انطونا لايك واشتركوا بالقناه، وسلام.